القصة بتبدأ سنة 2010 مع ماثيو وإيميلي، ودول مش أي حد، دول عملاء سريين في وكالة المخابرات المركزية CIA، وهم بيجهزوا دلوقتي لمهمة انتحارية، والمطلوب إنهم يقتحموا بيت إرهابي أوروبي خطير اسمه جور اللي كان عامل حفلة كبيرة بمناسبة عيد ميلاد ابنه تامن. الهدف الحقيقي من الليلة دي إيه؟ إنهم يسرقوا نظام السيطرة العالمي ICS اللي بيتحكم في أنظمة العالم الحيوية كلها. قبل ما يتحركوا للمهمة، إيميلي عملت اختبار حمل في السر من غير ما ماثيو يعرف. ماثيو كان عمال يستعجلها علشان يجهزوا ويتحركوا بسرعة، ولما وصلوا البيت جور، إيميلي صممت إن ماثيو يسيب مسدسه في العربية، وقالت له يا ماثيو دي حفلة أطفال، ولو حصل ضرب نار ممكن حد يتصاب. مديرهم تشاك بلغهم بالخطة وقال انتوا هتمثلوا دور زوجين فرنسيين شغالين في تجارة السلاح. فدخلوا هم ماسكين ايد بعض، وتشاك من مراقبته ليهم حس ان في حاجة بجد بينهم، وقال لهم ان لما بعتكم مع بعض دي كانت غلطة. بس إيميلي ردت ببرود وقالت له احنا بنمثل علشان المهمة وبس. تشاك رد عليها وقال لها لو اتمسكتوا النهارده ابقوا فكروا في كدبة احسن من دي. المهم اول ما دخلوا، إيميلي رشت مادة كيميائية على ايديها، وبمجرد ما جور مسك ايديها وبسها، بصماته اتمسخت فورا، وصوته كمان اتسجل على ساعة إيميلي. وقتها تشاك كان بيوجههم في السماعة لحظة بلحظة لحد ما وصلوا لمكتب جور، وببصمة الصباع والصوت فتحوا الخزنة وخدوا مفتاح ICS. بس اول ما الخزنة اتفتحت انذار صامت ضرب، والحراس هجموا عليهم، بس ماثيو وإيميلي عملوا معاهم الواجب وخلصوا عليهم كلهم. بعدها تشاك وداهم لمكان سري، وهناك قابلوا عميل المخابرات البريطانية بارون أندروز، وده يبقى حبيب إيميلي القديم. بارون كان مجهز طيارة نفاثة مخصوص ليهم. تشاك نبه عليهم ان محدش يقول لبارون اي حاجة عن المفتاح، احنا مش هنثق في حد. المهم بارون سلم على إيميلي بحرارة، بس مع ماثيو كان الاسلوب غلس قوي، والاتنين باين عليهم انهم مش طايقين بعض، والغل باين في كلامهم. طاروا بالطيارة والمهمة كانت خلاص بتخلص. ماثيو طلع شمبانيا علشان يحتفلوا، بس إيميلي رفضت تشرب. ماثيو حس ان في حاجة وسألها مخبية ايه، وهنا إيميلي اعترفت له وقالت له انها حامل، وورت له اختبار الحمل علشان يتأكد. ماثيو اتصدم بس كان فرحان وقال انه نفسه يبدأ معاها عيلة بجد. فجأة إيميلي حست انها عايزة ترجع، فجرت على الحمام، بس المضيف قال لها الحمام عطلان وممنوع تدخلي. الرحلة كانت 11 ساعة، فالموضوع كان غريب جدا ومريب. إيميلي ادت إشارة لماثيو، وفجأة المضيف طلع مسدس وقال لهم هاتوا مفتاح ICS حالا. ماثيو رمى المفتاح في الهواء علشان يشتته، وإيميلي هجمت عليه وخدت السلاح وبدأت المعركة. المضيف حاول يضرب نار، بس ماثيو زقه، فالرصاصة جت في طيار الطيارة فقدت السيطرة وبدأت تقع. فالمضيف حاول يهرب بالباراشوت والمفتاح، بس الطيارة خبطت في جبل وهو اتسحب لبره، ودلوقتي الطيارة خلاص هتتحطم ولازم يهربوا من هناك. فماثيو كان لازم يخرج، واستخدم آخر مظلة ولبسها لإيميلي وقال لها خلي بالك من الأطفال ومن نفسك. بس إيميلي رفضت تسيبه، ولفت رجلها حوالين وسطه، والباب اتفتح وهربوا سوا. بعد ما نزلوا للأرض حضنوا بعض وقالوا إن ما ينفعش يعيشوا حياة طبيعية وهم عملاء. في الوقت ده حصل انفجار كبير لدرجة إن الكل هيفتكر إنهم ماتوا، فقرروا إن الأحسن يختفوا. ماثيو قال لها بصي أنا يتيم والموضوع ده سهل ليا، بس أنت هتبعدي عن أمك للأبد. إيميلي قالت إن ده لازم يحصل والموضوع مش صعب، أنا وأمي أصلا علاقتنا مش قد كده. بعد الهروب الكبير ده الحكاية بتنط بينا 15 سنة قدام، بنشوف إيميلي وماثيو وهم عايشين حياة هادية ومستقرة تماما مع ولادهم، وكأن عمرهم ما شموا ريحة الرصاص. بنتهم أليس طلعت ذكية بس لسانها طويل ومتمردة، بتعمل اللي في دماغها وما بتمشيش كلمة أهلها عليها. وابنهم ليو غلبان وخجول بس عفريت تكنولوجيا، وقاعد قدام الأجهزة 24 ساعة. في يوم هم بيوصلوا الولاد المدرسة، إيميلي اقترحت يخرجوا بالليل يشوفوا فيلم سوا، بس أليس كالعادة رفضت وقالت لا يا ماما أنا هروح أذاكر عند صاحبتي. ماثيو وإيميلي بخبرتهم القديمة شكوا في الموضوع، وقرروا يراقبوا ولادهم بالمنظار زي المحققين. وإيميلي راقبتها شوية وقالت إنها مع نفس الشاب تاني. ماثيو حس إن التجسس ده مش صح وقال سيبيهم يعيشوا حياتهم، بس إيميلي ما هدتش، قالت مسك إيديها الاتنين والولد كان خلاص هيحضنها. وفجأة أليس شافتهم واتضايقت جدا، ولما كلمتهم وسألتهم بتعملوا إيه هنا، الاتنين اتكسفوا إنهم اتكشفوا ومشوا بالعربية بسرعة. وبالليل إيميلي كانت بتشتكي من بنتها، قالت إنها ما بتسمعش كلامها خالص، وبتقول لي اطلعي بره أو هاتي أكل، وقد إيه المراهقين دول عالة. وفجأة شافت شنطة أليس واللابتوب بتاعها عمال يبعت رسائل كتير، فإيميلي وقفت شوية وخدت اللابتوب، حاولت تحط كلمة سر علشان تفتحه بس ما نفعش. ماثيو جه وقال لها انت بتعملي ايه الحركات دي هتخلي بنتك تزعل منك اكتر. إيميلي قالت اظن انها بتكذب، وقالت انها راحت مكان تاني بحجة المذاكرة، بس ماثيو منعها انها تفتح اللابتوب. في اللحظة دي ايد إيميلي لمست اللابتوب والاستيكر وقع، طلع ان كلمة السر هي ام سيئة، واللابتوب اتفتح وهي اتضايقت جدا من المنظر ده. المهم قرت الرسائل وعرفت ان أليس رايحة حفلة اسمها نهاية العالم الكيميائية. ليو شرح لهم ان دي حفلة في نادي فيها مخدرات وشرب ومشاكل. اول ما سمعوا كده راحوا على النادي ده عن طريق تتبع موبايلها. وصلوا النادي وشافوا اللي بيحصل جوه. أليس كانت بترقص في مكان VIP. إيميلي راحت لها وقالت لها يلا قدامي على البيت حالا. في اللحظة دي شوية شباب هناك قعدوا يتريقوا عليهم ويقولوا لهم يا عواجيز اللي جابكم هنا روحوا ناموا.
بس الموضوع زاد لما واحد مسك ايد أليس وهي ماشيه، وده عصب ايميلي جدا. وهنا الوحش اللي جوه ايميلي صحي، راحت ماسكه الواد من رقبته وخبطت راسه في الحيطه وقعته في ثانيه. الشباب التانيين هجموا، بس ماسيو وايميلي وروهم الشغل العالي، خلصوا على العصابه كلها في دقايق. عرفوا ان الخناقه اتصورت، وماسيو مسح الفيديو اللي واحد كان بيصوره. وهم ماشيين اتفقوا انهم عرفوا من اللابتوب بتاع أليس، وعاقبوا أليس انها تقعد في البيت كذا يوم. أليس كانت زعلانه وقالت هتختار كليه بعيده قوي علشان ما تقابلش حد. ماسيو زعق وأليس قالت لهم انتوا كدابين، ازاي بتعرفوا تضربوا كده؟ قولوا لي. ايميلي كدبت وقالت خدنا حصتين تايكوندو. أليس اتجننت وقالت حصتين يعملوا كده؟ انتوا فاكريني هبله يا ماما؟ ايميلي قالت لماسيو انها مش قادره تنسى حياتها القديمه وبتوحشها. ماسيو قال لها اهدي، احنا عندنا عيله وانا سبت كل ده ورايا. بهزار كده استرجعوا الايام القديمه، وأليس بدات تتخانق مع ليو وبتساله ليه قلت لهم عن مكاني. ليو كذب وقال لها انا ما قلتش حاجه، بس من جواه كان فرحان ان اخته اتدبست. تاني يوم الصبح حصلت الكارثه. مديرهم القديم تشاك ظهر فجاه في بيتهم. اتصدموا لما شافوه، سالوه عرفت مكاننا ازاي؟ قال لهم فيديو الخناقه بقى ترند والكل عرف مكانكم، بس قال مفيش وقت واتكلم في الشغل على طول. قال لهم ان البارون طلع خاين وبيدور عليكم مع جور. تشاك قال انه كان ممكن يوصل بسهوله، بس جور كمان عرف المكان. ايميلي ما فهمتش هم عايزين ايه بعد كل السنين دي. اتضح ان مفتاح الاي سي اس ما لقوهوش في حطام الطياره، وجور فاكر انه معاهم. وتشاك حذرهم ان البيت مش امان، بس فجاه قناص ضرب نار وقتل تشاك في مكانه. رجاله مسلحه حصروا البيت والضرب بقى من كل ناحيه. ايميلي قالت كويس ان الولاد في المدرسه. ماسيو وايميلي استخبوا في البيت وفكروا ان الولاد ممكن يتمسكوا هم كمان. جريوا على الجراج وحطوا حاجه على دواسه البنزين خلت العربيه تكسر الباب وتخبط في عربيه الاشرار. ماسيو وايميلي خدوا عربيه تانية والاشرار طردوهم. وفي الطريق ايميلي سالت ازاي هنثبت ان المفتاح مش معانا، فماسيو قال لها ما تزعليش، وهي فهمت انه خد المفتاح. وقالت له انت مجنون ازاي خدت المفتاح ده؟ قال لها ما كنتش عايزه يقع في ايد حد غلط، وعشان كده انا خبيته في بيت والدتك في لندن لان تامينه عالي جدا. الاشرار كانوا خلاص هيحصلوهم، بس ماسيو اتصرف وعمل فواره كوكاكولا بمنتوس زي قنبله يدويه كده ورماها جوه عربيتهم. الكولا انتشرت في كل حته وغرقت العربيه، فالسواق ما بقاش شايف قدامه وفقد السيطره وخبط في شاحنه. اول ما الخطر راح جريوا بسرعه على المدرسه، اخدوا الولاد وهربوا. الولاد خافوا وسالوا بنهرب ليه، وماسيو ما شرحش حاجه. ايميلي خدتهم على المطار، وهناك في المطار الولاد سالوا ليه رايحين انجلترا فجاه. ايميلي قالت احنا رايحين نزور جدتكم. أليس اتضايقت وقالت هي ليها جد اصلا؟ انت قلت انها ماتت، ايه الكذب ده؟ ماسيو هداهم، وايميلي كانت شايفه انها لازم تقول لهم الحقيقه، بس ماسيو قال بلاش هنا. تاني يوم العيله وصلت لندن ومعاهم جوازات سفر مزوره. ركبوا اتوبيس لموقف العربيات. ماسيو شاف راجل خارج من عربيه وشاور لايميلي، ونزلوا من الاتوبيس. ايميلي خبطت في الراجل وسرقت المفاتيح بذكاء واديتها لماسيو. ماسيو جيب العربيه وقال للولاد دي عربيه ايجار، يلا اركبوا بسرعه. ما كانوش يعرفوا ان في حد من رجاله جور كان معاهم في الاتوبيس وبيراقبهم. الخبر وصل للبارون انهم في المطار وهو عايز النظام يرجع. قال انه بيدور على مفتاح الاي سي اس وطلب من فريقه يلاقوهم. طلبوا من المساعد يراقب الولاد علشان ما يعملوش حاجه غلط. وهم في العربيه ماسيو وايميلي صمموا ياخدوا تليفونات الولاد وكسروا شرايح السي اي ام علشان ما حدش يتتبعهم. بس فجاه البنزين خلص وليو الصغير قعد يزن من الجوع، فاضطروا يقفوا في محطه بنزين، وماسيو ادى الولاد فلوس يجيبوا اكل. الولاد اتكلموا وشافوا ان جوازات السفر مزوره. حسوا ان اهلهم مجرمين وهربانين بيهم بره البلد. أليس عرفت ان ليو معاه جهاز العاب فيه انترنت. قالت شفت اسم جيفري بكير في الباسبور، شوف مين ده. ليو دور ولقى ان جيفري بكير ده مات من سنه 1952. وشكوك الولاد في اهلهم زادت. ماسيو وايميلي كانوا بره بيفكروا، وفجاه رجاله جور والبارون عرفوا مكانهم. قدروا يحددوا مكانهم وحاصروهم في محطه البنزين. الهجوم بدا، وماسيو ما كدبش خبر، مسك مسدس البنزين وبدا يرش على الاعداء ويولع فيهم. وايميلي نزلت فيهم ضرب وتكسير عظام بكل قوتها. الولاد كانوا واقفين مذهولين مش مصدقين ان بابا وماما العواجيز بيعملوا كل الاكشن ده. بعد الخناقه ماسيو ركب الولاد العربيه بسرعه. ايميلي شافت واحد جاي يضرب نار فرجعت بالعربيه وخبطته. أليس سالت بخوف انتوا مين وليه بتعملوا كده وليه بيضربوا نار علينا؟ الولاد ورا كانوا بيموتوا من الرعب. خلاص اتاكدوا ان اهلهم ارهابيين دولين وهربانين من العداله. على الناحيه تانية البارون ورجالته كانوا خلاص وراهم. واول ما البارون شافهم امر السواق يلف بالعربيه ويحاصرهم، بس ماسيو ما سكتش، قام عامل حركه ذكيه علشان يقفل عليهم الطريق. ضرب طلقه وقطع سلسله شاحنه محمله مواسير تقيله وقعت في طريقه وخبطت في الشاحنه. راح ضارب رصاصه تانية في اطار الشاحنه والطريق اتسد خالص. البارون غضب جدا لانهم هربوا منه. وماسيو وايميلي فص ملح وداب تالت مره، والولاد طلبوا اجابات صريحه حالا. وهنا ماسيو اخد نفس طويل وقرر يقول لهم الحقيقه، وقال احنا كنا شغالين عملاء في المخابرات المركزيه السي اي اي، يعني كنا محققين سريين. وبمجرد ما ليو سمع الكلمه دي عينه لمعت من الفرحه، وسال والده ببراءه الاطفال يعني يا بابا انت فعلا تقدر على والد سيدني وكورنر؟ ده الراجل ده هو اللي بيتحكم في مصاريف المدرسه كلها، تقدر تخلص عليه؟ ماسيو
رد عليه بضحكه واثقه كده وقال له يا ابني انا اقدر اواجه اي حد في الدنيا مش بس والد سيدني. حتى أليس اللي دايما متمرده ملامح وشها اتغيرت وبدا يبان عليها علامات الانبهار بقوه اهلها. بس ايميلي ما كانتش مرتاحه وقعدت توبخ ليه وتقول له انت ازاي دخلت على الانترنت وفتحت العاب؟ احنا مش قلنا مفيش تكنولوجيا خالص. ليه يحاول يبرر موقفه وقال انه استخدم جهاز الالعاب بس علشان يدور على حاجات في جوجل. ماسيو خد الجهاز ورماه فوق شاحنه ماشيه وقال له احنا دلوقتي جوه لعبه اكشن بجد يا بطل، مفيش وقت للبلاي ستيشن. ليو قعد يضحك بسخريه وقال له ما انا فعلا مش بلعب غير في الحقيقه دلوقتي، وبصراحه اللي بتعملوه ده اصيع من اي لعبه. بينما العيله بتهرب، البارون كان وصل لمحطه البنزين وبدا يفتش وراهم ويحقق في كل فتفوته علشان يوصل لمكانهم الجديد. الوشوم اللي على المجرمين كشفت انهم تبع جور. تاني يوم العيله وصلت لبيت الجده جيني في لندن. الولاد استغربوا لما شافوا القصر وسالوا هي الجده من العيله المالكه. المهم ايميلي فتحت الباب بالباسورد، واول ما دخلوا سمعوا صوت طلقه. الجده جيني كانت بتستطير والولاد شافوها لاول مره. ايميلي عرفت ان ماسيو كان بيبعت صورهم لجيني، واول ما شافتهم قالت لايميلي ببرود انت جبتي لي الصداع لحد هنا؟ الام وبنتها قعدوا سوا. ليو سالها ينفع يحضنها بس هي قالت له لا، روح هات الطير الميت ده. القصر كان تحفه وماسيو كان عايز ياخد المفتاح ويمشي. جيني قالت له استنى ودخل نايجل حبيبها. قعدوا يحضنوا بعض والكل استغرب. ماسيو سال نايجل ليه ما يرجعوش الولاد البيت. البارون كان بيتتبع جهاز ليو اللي رماه ماسيو. عرفوا انهم اتضللوا والمساعد قال اتبعنا العربيه المسروقه. العربيه دخلت القصر وبالبحث عرفوا ان جيني كانت شخصيه موهوبه جدا زمان. البارون وضح انها كانت عميله تقيله ومشهوره في المخابرات البريطانيه، وعشان يفتشوا بيتها لازم اذن خاص. لما شاف ملف جيني عرف ان ايميلي بنتها وهي مخبيه ده. نايجل ورى الولاد ادواته وقال ليو عايز يبقى محقق واليس بتتدرب. ماسيو نزل لجيني وقال لها المفتاح مستخبي في بيتك. جيني غضبت وقالت انت جايب الخطر لبيتي. ايميلي قالت لها كفايه انانيه، انت عمرك ما اهتميتي بيا. قالت انها اتبعتت امريكا تدرس وقررت تربي ولادها احسن ما هي اتربت. جيني قالت لها وايه الفايده؟ بنتك بتكرهك اصلا. ايميلي حست ان كلام امها صح، واليس كانت واقفه بعيد بتبص بحزن. اليس زعلت وفكرت انها ابنه سيئه. ماسيو وايميلي دوروا على المفتاح واليس قالت لجدتها انا ما بكرهش امي. جيني ابتسمت وقالت مفيش طفل بيكره اهله، هي بس ساعه غضب، امك احسن من امي. وفجاه مسلحين هجموا على البيت، فجروا البوابه ودخلوا وماسيو ما كانش عارف. خد ايميلي القبو وده المكان اللي خبوا فيه المفتاح. وفجاه سمعوا صوت هليكوبتر، عرفوا ان فيه هجوم وهربوا من باب جانبي. شاف جيني ونايجل مربوطين. ايميلي فكت امها وجريت تدور على اولادها. واجهوا مسلحين ماسكين ليو واليس. عرفوا انهم ما يقدروش يحاربوا الكل سوا. وماسيو قال هيسلم المفتاح علشان الولاد. قال معانا مفتاح الاي سي اس وهديهولكم. وفجاه ظهرت شاك وطلع لسه عايش. شاك قال البارون عمل حاجه بس هو شخص كويس، الرصاص والدم كان فوتوشوب، والمهمه لما فشلت هو اللي شال الليله. مستقبله في الوكاله ضاع ودلوقتي اتغير وجاي ياخد المفتاح، وطلب من الهاكر يتاكد منه. جيني استغلت الفرصه وطلعت مسدس تخدير وضربت واحد. نيمت جندي ولو حد جه هتضربه بسكينه وترميه في المطبخ. حاربت باللي معاها ونايجل اتضرب في اوضه تانية. الاشرار اتشتتوا وماسيو وايميلي ضربوهم، بس رجاله تشاك لسه موجهين السلاح على الولاد. ماسيو وايميلي وقفوا وحد هجم عليهم من ورا وفقدوا الوعي. لما فاقوا لقوا جيني بس، والوقت فات لان تشاك خطف الولاد في هليكوبتر. شافوا الكاميرات بس رقم الطياره مش واضح. ماسيو شاف ليو وهو بيرفع صباعه للكاميرا وبيوريهم ساعه التتبع. تتبعوا مكانه وماسيو دفع فلوس وده خلاه يعرف موقعهم. الولاد في متحف فني وماسيو وايميلي لبسوا رسمي وراحوا هناك. الامن كان شديد فساب سلاحه واتسلل لجوه. تشاك كان بيبيع المفتاح وطلب فلوس اكتر وده ضايق جور. حسوا ان تشاك خاين وجور خان رجالته. تشاك خد المشتري للسطح وقال للهاكر يقطع الكهرباء عن لندن كلها مره واحده. المفتاح ده بيخترق اي نظام بسهوله. في ثواني المدينه والمتحف ضلموا. ماسيو وايميلي عرفوا ان تشاك معاه القوه. ايميلي قالت اكيد هو على السطح علشان يشوف المدينه. شاف رجاله جور طالعين في الاسانسير فركبوا معاهم. تشاك طلع السطح وقعد يفتخر بالهاكر. قال نقدر نفتح السدود اللي البحريه بتتحكم فيها. السد ده بيمنع ميه المحيط انها تغرق المدينه. السد بدا يفتح والبحريه اتخضت. ماسيو وايميلي وصلوا فوق بس المسلحين صدوا طريق. حاربوهم وقتلوا كل الحراس والمشتري انبهر واشترى الحاجه ب$50 مليون. البارون وصل وماسيو سأل عرفت مكاننا ازاي؟ البارون قال لهم انتوا هربانين ودي وظيفتي ان اقبض عليكم. ايميلي قالت له بلاش دلوقتي علشان الولاد مخطوفين. البارون قال مش هقبض عليكم علشان عارف ان المفتاح راح لايد غلط. البارون عارف ان تشاك هو العقل المدبر وعرض يحاربوا سوا. هجموا على مكان تشاك وتشاك هرب والكل جري وراه. تشاك حارب وخد الولاد للمركب. رجاله جور وقفوا ماسيو وايميلي وطلبوا الفلوس. فجأة ليزر ظهر على وشوشهم. جيني كانت موجهه سلاحها عليهم. رجاله جور خافوا واستسلموا. ماسيو وايميلي خدوا موتوسيكلات وراحوا ورا تشاك ورجاله جور طردوهم. ماسيو ساق بمهاره وضحك عليهم. ايميلي مسكت اللي بيطاردها وبعدها طلعت على المركب. ماسيو حصلها الاتنين بقوا ورا
ضغط شاك وقربوا منه. شاك قال للهاكر خد المفتاح وروح لبيت الامان. نايجل شافه وجري وراه بالعربيه. العربيه خبطت والهاكر غاب عن الوعي، ونايجل خد المفتاح وكلم جيني. جين قالت له اقفل السد بس هو كان خايف. رسائل الايرور كانت عماله بتظهر. ماسيو وايميلي بقى وصلوا لمركبه شاك ونطوا جواها. بداوا يرموا الرجاله في الميه، ونايجل قرر يقفل السد. عرفوا ان المركب هتخبط فلبسوا العيال سترات نجاه ورموهم في الميه. واجهوا شاك سوا وزقوه ورموه في المركب ونطوا هما في الميه. مركبه شاك خبطت في السد وانفجرت. كل حاجه خلصت والعيله بقت في امان. ماسيو شكر ليو على ذكائه، وايميلي حضنت أليس، وجيني كمان وصلت وحضنت ايميلي. كل حاجه بقت تمام والعيله اتجمعت مع بعض لاول مره بسعاده. وانا كمان عايز اقول لكم وحشتوني جدا ورجعت لكم بسعاده، وزي ما بيقولوا الدم عمره ما يبقى ميه. وبكده القصه بتنتهي، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمه جدا بالنسبه لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثره زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان القصه اللي بعد كده توصل على شاشه موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.